كأنك تتساءل من يزور بروفايلك، من يقوم بمشاهدة الصور التي تقوم بنشرها والكتابات التي تقوم بمشاركتها دون أن يبدي لا إعجاب ولا تعليق على المنشورات التي تقوم أنت بنشرها. ولعلك تتساءل إن قد تفارقت مع حبيب أو مع إنسان، وهل ما زال هذا الحبيب يزور بروفايلك أو ينظر إلى الصور التي تقوم أنت بمشاركتها أو صورك القديمة أو كيف أصبحت أو كيف هو حالك، ولا يبدي أي إعجاب أو مشاركة أو غير ذلك. اليوم جئتكم بتطبيق. هذا التطبيق يسمح لك بمعرفة كل إنسان قام بزيارة بروفايلك ولم يتفاعل مع بروفايلك، أو من يتجسس على بروفايلك، أو من يراقب الحساب الخاص بك. هذا التطبيق متواجد على جوجل بلاي أو البلاي ستور. أول شيء تقوم به عزيزي المشاهد هو أن تدخل إلى البلاي ستور. عند الدخول إلى البلاي ستور تذهب إلى محرك البحث وتكتب كميران. هذا هو التطبيق. عند كتابة كميران هذا التطبيق يظهر لك هذا التطبيق ذو الأيقونة الحمراء. عند تحميله وتثبيته على الهاتف، أنا قد قمت بتحميله وتثبيته مسبقا. نعم، تظهر واجهة التطبيق. ننتظر حتى يأتي التطبيق. هذا التطبيق لديه 3 أيقونات. الأيقونة الأولى هي عبارة عن مساعدة يونيت هيلب. الأيقونة الثانية هي عبارة عن حساب في الانستغرام، والأيقونة الثالثة هي عبارة عن حساب في الفيسبوك. هذا تطبيق خاص فقط بالفيسبوك والانستغرام. أما حسابات أخرى فتوجد تطبيقات أخرى. مثلا أنا لدي حساب فيسبوك، أدخل إلى حساب الفيسبوك الخاص بي، وهذا يطلب منك الباسورد واليوزر نيم. تدخل الباسورد أو الإيميل الخاص بك أو رقم الهاتف الخاص بك، ثم تدخل كأنك تدخل إلى حسابك عادي. تنتظر هذا التطبيق حتى يحمل المعطيات الخاصة به أو يدخل إلى تطبيقك، فهو لديه من 1 إلى 15. تنتظر مدة التحميل. قد تتعدى هذه المدة لا تتعدى 30 ثانية. هذا تطبيق إخواني عند الدخول إليه قبل الدخول إليه عفوا يطلب إليك الدخول في محرك البحث. محرك البحث البلايس الجوجل كروم. عند المشاهدة تتبع التعليمات، تدخل إلى الجوجل كروم، ثم هو يذهب إلى بروفايلك مباشرة ويبدأ في تحميل المعطيات التي قد أمرته أنت بها. وهنا تظهر واجهة هذا التطبيق في الجوجل الجوجل كروم. عند هذه هي واجهة التطبيق. يظهر حسابك بالأعلى، ثم تظهر لك هذه الأيقونات: Who visit you، من قام بزيارتك، Who has changed، من قام بتغيير اسمه، وهنا من قام بتغيير صورة البروفايل الخاصة به، ومن هو أونلاين، من هو على الخط. مثلا أنا أريد أن أشاهد من قام بزيارة بروفايلي دون أن يتفاعل أو دون أن يبدي إعجاب أو مشاركة، أو أدخل إلى Who visit you. نعم، عند الدخول إليه أجد هذه الأشخاص التي دخلت إلى بروفايلي ولم تتفاعل. فهذا نظر وهذا. نعم، هذا صديقي قد أرسل إلي طلب صداقة عند رؤية بروفايلي. كل هؤلاء قد رأوا بروفايلي. فهو أيضا لا يعطيك فقط الأشخاص الذين قاموا بزيارتك اليوم أو البارحة، وإنما يعطيك عبارة عن شهر أو عن كل الأشخاص الذين قاموا بزيارة البروفايل الخاص بك. وإذا أعجبكم التطبيق إخواني، لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. وإن كانت هناك أسئلة أرجو من الإخوان يكتبوها لي في الأسفل، وأنا أجيب عليها إن استطعت أو أبحث عليها. وفي الأخير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام.